صباح الفل. سالت على مكان لبناني بيعمل الترويقه اللبناني، الفطار اللبناني الجميل والمناقيش الحلوه بتاعت لبنان، فرشحوا لي مكان جاي من لبنان وعنده اكتر من 20 فرع في العالم بيعمل الفطار اللبناني وبيجيب كل حاجته من لبنان. وهم الكونسبت عندهم ان هم شغالين من الفطار للفطار، بريكفاست تو بريكفاست. مطعم اسمه كده. الكونسبت بتاعهم انهم طول اليوم ممكن تفطر، ممكن تتغدى، ممكن تتعشى في اي وقت من اليوم. يعني لو عايزين تفطروا بالليل، عايزين تاكلوا مناقيش بالليل، مفيش اي مشكله عندهم. وده اول فرع اليوم في مصر في الشيخ زايد في مول اسمه ويست مارك. هم دلوقتي شغالين من 8 ل 1 بالليل في مصر. تعالوا بقى كده نجرب الفطار اللبناني اللي كل مكوناته جايه من لبنان، بدايه من العيش اللي هم بيخبزوه. الفرن هوريه لكم دلوقتي. هم بيخبزوه العيش بتاعهم، عايز اقول لكم ريحته تحفه. تعالوا بقى نبدا بالبيض القوارمه. القوارمه دي بتبقى لحمه هم بيعملوها بالدهن كده في لبنان، بتبقى ريحتها خطيره. اللي بيحبوا اللحمه هيعجبهم قوي اللحمه دي. طعمها خطير، يعني دي اساسي لازم تجربوها بجد، طعمها حلو قوي. لبنه بقى، لبنه خطيره مع زيت زيتون متميز. زيت الزيتون حلو قوي واللبنه مختلفه. حمص، بصوا المنظر، حته النعناع دي قاتله. معلش بقى عايز اقول لكم على حاجه بحب اعملها قوي. ناخد حته اللبنه دي وده زيت زيتون بالزعتر بالسمسم، ندبها كده، فظيعه. ده اصلا بالعيش بتاعهم السخن ده، ندب كده في زيت الزيتون بالزعتر، ده لوحده فطار. حلوم مشويه، خيار، طماطم، حلو قوي. الحلوم مشويه صح وطعمها تحفه مع الخيار والطماطم. طبعا الفطار ما ينفعش من غير الفول، وهم حاطين عليه حمص وزيت زيتون برده. فول ناعم طري جدا مع زيت الزيتون والحمص، لا جامد قوي. الفطار ده يكفي شخصين مستريح يعني. شاي بالنعناع بقى بعد الفطار الحلو ده. دي بقى الاكستريم منقوشه، بيبقى فيها 7 اطعم. الاخير شوكولاته حلو، وهنا زعتر وجبنه سبايسي وصدق وبالتركي وبالبيبروني وبالشوكولاته. تعالوا بقى ايه نبدا اللي بالزعتر. الزعتر عندهم خطير، التحويجه بتاعت الزعتر دي تحفه. دي اللي بالجبنه، جبنه عكاوي، النوع اللي بيستخدموه حلو قوي. دي جبنه سبايسي، متحمس قوي اعرف جبنه سبايسي فيها ايه. عليها فلفل وصوص حراق كده، حلوه قوي دي، حلوه. دي اللي بالصدق او السجق زي ما هم بيقولوا. الصدق هم بيعملوه هنا، الخلطه بتاعتهم مختلف خالص عن اللي موجود عندنا، طعمه جامد. هو لا هو زي المصري ولا هو زي التركي، حاجه في النص كده. دي اللي بسموكد تركي، حلوه برده. دي بالبيبروني، حلوه برده. دي بالشوكولاته، جميله قوي دي. دي بقى الاكستريم بيتزا، بتبقى 4 انواع و65 انش، يعني مش عارف كام فرد ممكن يخلصها. بس هي فيها تشيكن باربيكيو وجبنه وبيبروني وخضار. تعالوا كده نبدا بالبيبروني عشان اللي قدامي وريحته. شوف كده، العجينه خطيره، خفيفه جدا، المكونات كلها طعمها تحفه، والجبنه اللي بيستخدموها جامده جدا. الجبنه، بما ان الجبنه جامده نجرب واحده جبنه. بصوا السلايز قد ايه، حلو قوي. لو في جروب وجاب البيتزايه دي هتغرقهم. دي بقى بالخضار، عاجبني قوي الوانها، فيها جزر وبتنجان وكوسه وكورن مع الجبنه، شكلها حلو قوي دي، حلو قوي. دي بقى التشيكن باربيكيو، شكلها كده حلو قوي. عندهم برضو اطباق انترناشونال، اخترت منهم الستيك باستا، مكرونه بالمشروم وصوص الدمجلاس، عليها الستيك من فوق كده، تحفه بجد. ده بقى طبق اسمه رز على دجاج، بيبقى فراخ مشويه كده على طريقه لبنانيه، معاها رز بيبقى باللحمه المفرومه والخضار. بصوا ده شكله عامل ازاي، ريحته حلوه قوي، متبهره كده، ريحته فيه قرفه. الفراخ مشويه حلوه قوي، معموله بزعتر كده، طعمها جميل. الرز ده اختراع، شبه الرز بالخلطه شويه، بيبقى فيه بهارات كتير وشويه خضار، بيبقى لونه بني كده، حلو قوي برده الطبق ده. عندهم كذا راب برده، بتبقى العجينه بتاعته مختلفه. ده اسمه بارازيت، بيبقى فراخ وخضار مع صوصات جايه من لبنان، فاخترت ده كده نجربوه. معاه بصل مكرمل، معاه خضار، معاه خس،
طعمه حلو قوي برضو. واللي انا ملاحظه بقى الحجم، يعني كل ده يعتبر راب واحد، الاربع قطع دول، فحجمه كبير جدا. دي بقى الديزرت اسمها بين بردو، بيتحط عليها ايس كريم وبيتحط عليها الصوص بتاعها. الله، مش قادر اقول لكم انا شامم ايه دلوقتي. سواء سخنه مولعه، ده صوص كراميل مع الايس كريم طبعا هيسيح عليها كلها، فلازم ندوق. ايه الجمال ده، طعمها رهيب، حلوه قوي. لازم لما تيجوا تجربوها، لازم. هسيبكم بقى عشان اكل دي قبل ما تبرد. هم مكانهم في وسط مارك مول الشيخ زايد، من الساعه 8 للساعه 1 بالليل. تيجي تفطر، تتغدى، تتعشى، تاكل الفطار بالليل الصبح زي ما انت عايز. جربوهم وقولوا لي رايكم.